السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض قشطة الأفران أو نواعم الأفران. حاجة كده يا جماعة في منتهى اللذاذة. قد ايه كان طعمها حلو، وكمان مكوناتها عندنا في كل بيت، ومش هتاخد منك وقت خالص علشان مش هنخمر العجينة وقت طويل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد كانت حلوة وطرية. وكمان بنص كيلو دقيق بس عملنا اكتر من 50 قشطة الافران. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولو مش حابة تحشيها عجوة براحتك خالص، لكن احنا النهاردة هنحشيها بالعجوة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وقبل ما ندخل على الطريقة ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله، صلى على الرسول، ونشوف معنا ايه. اول حاجة عندي هنا نص كيلو دقيق، يعني 4 كوبايات من الدقيق. هحط لهم بقى هنا حوالي 3 معالق من السكر. لو حابة تزودي السكر شوية براحتك خالص، علشان انا هحشيها عجوة ما زودت السكر. حطيت كمان كيس خميرة فورية. عندي كمان هنا ربع معلقة صغيرة من الملح، وعندي كمان معلقة كده من البيكنج باودر. يعني الكيس ده ما كانش مليان، يعني كان فيه بس معلقة. هخلط بقى يا جماعة الدقيق مع السكر والخميرة والبيكنج باودر ورشة الملح. بعد كده بقى بكون مجهزة عندي يعني كوباية الا ربع من السمنة. نزلت بيها بقى بالشكل ده كده. وطبعا الكمية السمنة كانت حلوة جدا، لو حابة تبقى كوباية براحتك برضو خالص، بس الكوباية الا ربع كده كانت مخلية قشطة الأفران بتاعتنا كده هشة وحلوة جدا. هخلط كده السمنة مع الدقيق كويس بالشكل ده كده يا جماعة. بعد كده عندي بقى هنا كوباية لبن رايب، نزلت بيها كده. وينفع برضو كوباية لبن بس حليب، وينفع برضو لبن على زبادي. وحابة كمان لو تعجنيها بالمية مفيش اي مشكلة، بس انا كان عندي اللبن ده قطع عندي بقى، فقمت مش يعني ايه اشتغلت بيه. نزلت كده بالكوباية، وطبعا لو عايزت بقى شوية تانيين بنزل بيهم شوية بشوية، ما بنزلش كده بالمواد السائلة بتاعتي كلها مرة واحدة. نزلت كده تاني بمعلقتين من اللبن الرايب اللي عندي. وطبعا بقى على حسب ما العجينة بتاعتك تاخد، لان طبعا في نوع دقيق بياخد ونوع دقيق ما بياخدش خالص كمية سوائل. يعني اخدت عندي كوباية ونص من اللبن الرايب. هبدأ بقى اعجن كويس يا جماعة لحد كده ما العجينة بتاعتي تتلم، ويبقى عندي عجينة طرية ومش بتلزق في الايد بالشكل ده كده. شايفين؟ خلاص عجنتها كده شوية حلوين كده شكل العجينة بتاعتنا. بعد كده بقى بحطها في الطبق وهسيبها بس حوالي يعني ما فيش حتى ربع ساعة، يعني إيه ترتاح بس معانا شوية، مش هنخمرها بشكل كامل ولا حاجة. وبعد ما يعدي عليها بقى ربع ساعة نشوفها مع بعض. شايفين بقى يا جماعة كده بعد ما عدى عليها ربع ساعة بس، ما سبتهاش بقى تخمر خالص. بعد كده بقى بخرج منها بس الهوا كده، وبنزل بيها على الرخامة علشان طبعا اعرف اقطعها كويس. بعملها كده قدامي على شكل مستطيل كده بالشكل ده. وبعد كده بقى بجيب السكينة بتاعتي او اي قطاعة عندك، وبعدين هتقطعي بقى قطع بالشكل ده كده. شايفين بقى يا جماعة؟ باخد كده كل قطعة وبعملها كده على شكل رول، وبقطعها بقى قطع صغيرة على حسب طبعا الحجم اللي انت عاوزاه. يعني كان حجم القطعة عندي كده حوالي 20 جرام كده بالشكل ده. هعمل طبعا بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، وطريقة التقطيع دي كده سهلة جدا معانا. قطعت كده كل قطعة يا جماعة بالشكل ده كده، وعملتها كده على شكل رول، وهبدأ بقى اقطعها لقطع متساوية بالشكل ده. واللهم بارك النص كيلو عمل لنا كمية حلوة جدا جدا. شو بقى انت لو بتشتري الكمية دي من بره هتكلفك قد ايه؟ باخد بقى يا جماعة كده كل قطعة من العجين بتاعنا، وببدأ اعجنها كده بين ايديا بالشكل ده كده، علشان طبعا بقى وش القشطة بتاعتنا يكون ناعم واملس بالشكل ده كده. وبعد كده بكورها على شكل كورة اهو يا جماعة. شايفين الحجم والشكل بتاعها؟ باخد برضو كل قطعة وبعدين بعجنها بين ايديا كويس بالشكل ده كده يا جماعة. ده بقى هيديكي سطح بقى ناعم جدا للقشطة بتاعتنا. وطبعا بقى هخلص كل الكمية كده بنفس الطريقة، وبعملها على شكل كورة وبقفلها من تحت كويس، وبحطها على القفلة بقى من تحت. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة بالشكل ده.
شايفين بقى؟ هغطيهم واسيبهم بس كده يرتاحوا معايا بس حوالي 5 دقايق على بال ما نجهز العجوه بتاعتنا. طبعا بقى عندي هنا اي كميه من العجوه انت حباها على قد الكميه اللي انت هتعمليها. ممكن تعملي نص كيلو دقيق، ممكن تعملي كيلو دقيق. قطعت كده العجوه بتاعتي بعد ما حطيت لها كده معلقتين من السمنه او الزبده براحتك خالص، وبعد كده كورتها كده بالشكل ده كده يا جماعه. شايفين القطعه بتاعتنا بتكون قد ايه؟ وبعد كده ببططها كده بين ايديا وبتكون كده الجاهزه. إيه، بتكون كده العجوه بتاعتي جاهزه معايا. شايفين كده بقى بتسهل معايا. كل ما اجي ما احط قرصه ما تاخديش بقى حته بحته وتفضلي تحطيها في القرصه، لا. كده بقى الحكايه دي بتسهل معايا عمليه التشكيل. اخدت كده اول قطعه انا عاملاها يا جماعه بالشكل ده كده وفردتها، وبعدين بقى حطيت العجوه كده في النص وهقفل بقى عليها كويس. اهو يا جماعه بالشكل ده لازم تقفلي عليها كويس بقى. وبعد كده بس بقفل عليها وبديها تبطيطه. شايفين قد ايه القرصه بتاعتنا؟ كده كان حجمها حلو جدا جدا. وطبعا لو انت حابه تكبريها عن كده مفيش مشكله براحتك خالص. برضو اخدت كده اهو قطعه تانية كده يا جماعه من العجين وفردتها كويس. وبعد كده جبت قطعه من العجوه بتاعتنا، وبعد كده اهو بقفل بقى عليها. حطيتها كده في نص القرصه بتاعتنا وبقفل بقى عليها كويس. شايفين طريقه التشكيل بقى بتاعتنا سهله خالص. طبعا بقى لما بتكوني مجهزه الحاجه قدامك كده وتاخدي وتشتغلي على طول مش بتاخد معاكي وقت خالص. برصهم بقى في الصينيه وبسيب مسافه بين كل واحده والتانيه. والصينيه عندي مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص، لان طبعا القشطه بتاعتنا فيها كميه حلوه من الدهون. بعد كده بقى يا جماعه اهو هعمل بقى المقدار كله بنفس الطريقه. اهم حاجه ان انت تقفلي عليها كويس من تحت علشان طبعا هنسيبها تخمر للمره التانية، وكمان لما تدخل الفرن ما تفتحش معاكي. هخلص بقى انا الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه ونرجع نشوفهم مع بعض. اللهم بارك بقى. شايفين الكميه يا جماعه؟ عملت لنا يعني كميه حلوه جدا جدا. 3 صواني كبار، ما هماش صغيرين ولا حاجه. سبتها تخمر للمره التانية حوالي نص ساعه بس، علشان بقى ما خمرناهاش برضو اول مره. وبعد كده بقى يا جماعه هدخلها الفرن. بشغل على درجه حراره 200 وبشغل من تحت ومن فوق مع بعض علشان كده تاخد لون من تحت زي من فوق. وقعدت حوالي يعني 15 دقيقة في الفرن. ما تطوليش عليها في الفرن علشان ما تبقاش ناشفة معاكي، علشان طبعا هي صغيرة. واول ما بتخرج بقى من الفرن شايفين شكلها بقى بيكون كده اهو. بغطيها برضو علشان ترد من حرارة الفرن، وبعد كده بقى نشوفها مع بعض. كده بقى يا جماعة بعد ما خلصت الكمية كلها ورصتها كده في الصينية بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله التسوية حلوة جدا، واخدة لون حلو جدا. وقد ايه بقى كانت طرية كده وهشة، وكمان حشوة العجوة فيها حلوة جدا جدا. وطبعا لو حابة تحشيها مكسرات، حابة تحشيها ملبن، حابة تسيبيها سادة برضو براحتك خالص. شايفين الطراوة بقى بتاعتها؟ التسوية بتاعتها كمان قد ايه مظبوطة. وكمان حشوة العجوة بجد كانت فيها حلوة جدا. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ اللهم بارك كده. حبة قشطة افران تاكلوا كده يعني مش ما فضلوش اصلا. وطبعا بقى لو وصلت لحد هنا يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.